الحدث الثاني واللي لا يفاجئكم، واللي لا يجنن ياسر من الرجلي، اللي تعود فعلكم على أن قيادة الجبهة راهي تجمع على وقف إطلاق النار، يعني إسكات البنادق، وراهي جايزته غصبا عن أنفه. أنا اللي قلت لك هذا خبر مؤكد على أن قيادة البوليساريو لا يتوقف إطلاق النار، اللي عاد كانت خارجة النار فقرب هذا اللي كان خارجونها لا يوقف. هذا نقولوا كان هذا خبر مؤكد. محاولات بعض الأطراف للانحراف بعملية السلام برمتها عن إطارها القانوني الواضح من خلال إدخال مصطلحات فضفاضة مثل الواقعية والعملية في قرارات مجلس الأمن. السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي باريش. عندنا واحد المثال شعبي مغربي معروف كنقولوا فيه سخونية الراس كترجع بالبرودة. فبعد ما البوليزاريو عندنا الحرب على المغرب سنة 2020 بعد واقعة معبر القرقرات، صدرت البوليزاريو بلاغ معروف عند الناس فيه تحت شعار العودة للكفاح المسلح وصوت البنادق. مباشرة بعد ذاك عندنا نسمعوا ألا البكاء والنحيف في المخيمات تندوف يوميا 5 6 7 10 حتى 20 قتيل كل يوم من ما يسمى النواحي العسكرية للبوليزاريو، وكذلك قتل عدد كبير من قياديين ومسؤولين البوليزاريو، آخرهم قائد الناحية السادسة أبو علي حمودي. تكاثرت الأصوات داخل مخيمة تندوف كتدعو إبراهيم غالي لتوقف الحرب، فإبراهيم غالي ما توقفش الحرب وبقى كيدخل وكيدفع دوك الشباب المجندين عند البوليزاريو المناطق العازلة بدون حماية، ويوميا الموت 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 وما عنده لهذه الحرب والو. اليوم إبراهيم غالي كيمشي للولايات المتحدة الأمريكية وكيقصد الأمم المتحدة في مقرها، وكيجالس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز، وكيتلاقى كذلك مع ستيفان دي ميستورا، وكيطلب منهم مطأطأ الرأس على أنهم يطلبوا من المغرب يوقف قصف مرتزقات البوليزاريو اللي دخلوا المناطق العازلة. هنا إبراهيم غالي كيطلب العودة لما قبل 2020، وكيطلب العودة إلى وقف إطلاق النار المبرم مع المينورسو والأمم المتحدة سنة 1991. هذا الحرب اللي اعلن البوليزاريو سنة 2020 ما عندهم عليها والو، شكوا وظنوا على أنهم غيدخلوا الحرب صافي المغرب غيهرب ويخرج ويخلينا في الصحراء، وهذا الشيء ما كاينش. اليوم إبراهيم غالي كيحاول يحمل المسؤولية المغرب، وكيقول لهم المغرب هو اللي خرق وقف إطلاق النار يوم 13 نوفمبر 2020، وعرف بعد ذاك تصعيد خطير نسف المجهودات الأممية للسلم، وبات يهدد أمن واستقرار المنطقة. كذلك إبراهيم غالي قال لهم كاين بعض الأطراف، هنا كيشير لإسبانيا الولايات المتحدة الأمريكية، قال لهم كيستعملوا مصطلحات فضفاضة مثل الواقعية والعملية في قرارات مجلس الأمن. هنا كيقول لهم بأنه راه كاين أطراف كثر من حاز المغرب وضدنا بين قوسين احنا البوليزاريو. بعد هذه الزيارة ديال إبراهيم غالي للأمم المتحدة وملاقاة أنطونيو غوتيريز وستيفان دي ميستورا، خرجت أصوات أخرى واللي غنسمعوها إن شاء الله تستهزئ ببن بطوش وكستهزئ بالبوليزاريو. كيفاش هذا البوليزاريو اللي هي عندنا العودة لما تسميه الكفاح المسلح اليوم كترجع تطلب العودة إلى وقف إطلاق النار والسلم؟ سمعوا بعض التسريبات. حياكم الله ويحيي الشعب المغربي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. الإخوة والأخوات على المنصة التواصلية منتدى الحوار الصحراوي، تحياتكم كاملين كاملات. لا تفاعلا مع البيان الرسمي اللي صادر عن الجبهة عن طريق وكالة الأنباء الصحراوية، لاحظنا قدر من النقاط أنا بعد ظهروا لي فيها نقطتين أساسيتين. الأولى منهم إشارة جات على لسان الأمين العام جبهة البوليساريو إبراهيم غالي،
إلى ما أسماها، ننقل حرفيا: محاولات بعض الأطراف الانحراف بعملية السلام برمتها عن إطارها القانوني الواضح، من خلال إدخال مصطلحات فضفاضة مثل الواقعية والعملية في قرارات مجلس الأمن. زين، هناك فرق القوس. هذا الموضوع يحيلنا على ملاحظة ذكرها ذو النهارات الأستاذ محمد أمين ولا النفاع على مستوى المنبر، منين قال على أنه هو حاس بفقايع والله شي يردوا معبر عنها الجبهة والجزائر، منين ما اهتموا كثيرا بزيارة المسؤول الأمريكي ذاك جوشوا هاريس، لأنه تطرق إلى مصطلح الواقعية. تكلم هو، حتى هو عبر عن مصطلح الواقعية. ولعل الأمين العام للجبهة من بين الأطراف اللي عينوا عليها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا البيان. ومصطلح الواقعية من جهة ذكرت دول ياسر كيف بريطانيا، فرنسا، إسبانيا، وهولندا، بلجيكا، ألمانيا، هذه بين الدول الغربية. بين الدول العربية مولي ذاكرت الأردن، ذاكرت الإمارات، ذاكرت السعودية، سلطنة عمان. مصر أشارت المصطلح الواقعية مولي من أيدة الحكم الذاتي. وقدر من الدول الإفريقية وأمريكا الجنوبية. هذا من جهة. من جهة ثانية، مصطلح الواقعية ما هو جديد على قرارات مجلس الأمن. قرارات مجلس الأمن منذ 2001، نقولها دائما ونكررها، واللي يبغى يرجع لها في القرارات. منذ 2001 بدأ هذا المصطلح يضمن القرارات. فكيف يعني اللامن كيف تم التنبيه له؟ اللامن لحقنا 2023 عقاب 2023 حدنا نبهنا على أن ذا القرار فضفاض، باطل مصطلح الواقعية فضفاض، ولأنه يعني فيه انحراف تام بمخطط السلام. هذه معناها أنك في ضاعت قريب من 22 سنة دون التنبيه لذا. والله ربما دخلنا بريك في نفق ثاني جديد، وله يعود قطعا نفق مظلم، وبالتالي زيادة تعقيد الوصول إلى الحل، وانتظار سنوات وسنوات. وهذا بعد للأسف من أكثر اللي له أثر فيهم اللاجئين قبل غيرهم. الملاحظة الثانية واللي هي تكرار كلمة ممارسة الحق في تقرير المصير والاستقلال. تقرير المصير ومعها واو المعية الاستقلال. وإذا فيه نقطتين أظن لولاه على أنها كيف إذا عاد نوع من تعبير عن نتيجة سابقة لأوانها اللي هي الاستقلال، ونحن ما عارفين النتيجة المحتملة شنو هي، ولا حتى من سيصوت باش نقول استقلال ولا غيره. هذا قد يعتبر مولي عرقلة قاع مسبقا نتائج الاستفتاء. انتظر الاستفتاء إذا ما مرق بنتيجة الاستقلال ماذا أنت فاعل؟ أنت تكرر وتأكد على تقرير المصير والاستقلال، وتطالب بالشرعية الدولية. أو الشرعية الدولية تقول لا تقرير المصير، وتقرير المصير عارفين كامل يعني في احتمالات النتيجة النهائية من غير الاستقلال. فهم الاستقلال، فهم الحكم الذاتي، فهم قاعد الانضمام التام. يعني أظن أنه بيان له يعود موجه عنه للاستهلاك الداخلي ولطمأنة الناس، وتوف أظن عنه لا جديد بعد فيه، ويعطي انطباع مولي حسب البيان الله أعلم على أنه لن يتغير شيء في انتظار هذا التقرير الأمين العام اللي يخلق الشهر الجاي إن شاء الله. وراني بعد بهذه المناسبة شاكر جميع المتدخلين اللي أثرت النقاش، ورانا عندنا رأيك من خلال البيانات عندنا نشوف ثمار هذه تخلق من التدخلات سواء كانت مكتوبة ولا مذيولة. يعني شاكر الأساتذة كاملين، وخصوصا اللي فاعل معنا أكثر، الأستاذ محمد عبد الله، الأستاذ عمار، الأستاذ محمد لبيب، والأساتذة الثانيين. اسمح لي باقي الأخوة لعلما نعود ذكرت أساميهم. مرحبا وسهلا، مرحبا بكم الإخوة الكرام على منصة تواصلية منتدى الحوار الصحراوي. لا في إطار التفاعل خالق أحد الإخوة الكرام نبههم على قضية ثانية، قال على الجديد اللي في البيان هذا المصطلح اللي قالوا العبارات الفضفاضة. والعبارات الفضفاضة هذا جل عقب MG المسؤول الأمريكي للرابوني وللجزائر العاصمة. بدأ هذا المصطلح يظهر في مواقع التواصل الاجتماعي الموالية للجبهة البوليسارية، وبالتالي
ربما يعود مصطلح جديد في إشارة ضمنية. الواحد من الأطراف اللي ذكرنا قبيل على أنه أمريكا، هذا قاع ربما يعود إشارة مباشرة لأمريكا اللي قال فيها الرئيس بعض الأطراف، معنى ذاك أنه كأنه يقحم الولايات المتحدة الأمريكية بعدما كانت لها فرنسا دائما. معنى ذاك أنه هذا المصطلح جايبه جوشوا هاريس، جاب مصطلح الواقعية وجاب مصطلح العملية، وبالتالي كأنه مثلا لوم الأمم المتحدة ولوم الولايات المتحدة الأمريكية. يعني خاقة نقطة ثانية مولي بعض الأطراف، معناها أنه الرئيس إبراهيم غالي هون يعترف لأن هناك أطراف، ما هو إلا طرف واحد في القضية. يعني تحاول أنا ذاك أنه حتى هم لا يقبلوا مولي مادة ثانية تقول عن القضية قضية فيها أطراف ما هم إلا طرفين. معناها هذا الدنيا تتقاد الصف الاتهام، واحدين يقول لك احنا بداية خارج لا طرفين، أو راهم ذكرت أطراف. معنى ذاك أنه اللي رجاج يقبل مولي يقبل الأحد الثاني إذا قال عن قضية فيها أطراف ثاني، أطراف غير مباشرين، مولي مسكرين بمفاتيح وخيوط اللعبة. ثانيا قاعوا الأهم من هذا لأنه فيها نوع من التشاؤم. أنت جيت من أجل مواصلة الحوار المستمر. معنى ذاك أنه اللي عاد الحوار المستمر معناها أنه رانا ماشيين بصيفها بربيعها بتيفسكيها بخريفها، مع الحوار المستمر. معنى ذاك أنه لا يتمنى الحوار المستمر مع الجديد.